مساء الخير عليكم متابعيني، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. شو اخباركم؟ طبعا اليوم جبت لكم وصفة كلش سهلة ونسويها ببيت اي عراقي، مو يعني نسويها دائما، وصفة الفلافل العراقية. تعالوا خلينا نحضرها سوا. طبعا اني جايبة هنا فلافل، خليتها بالكاسة وجبت شوية مي، جبت بيضة واحدة وعندي ملح، فراح ادير لها مي شوية حتى تتخفف لان كلش ثخينة، وراح ادير لها بيضة واحدة يعني حتى تصير العجينة مالتها طرية شوية لان كلش ثخينة، وراح ادير لها ملح هنا حسب الرغبة. دا ابدي اعجنها، وهاي تلاحظون كلش ثخينة هي، فاني درت لها بيض وشوية مي، وراح اروح اكمل عجن وارجع لكم. انا عجنت الفلافل، صارت العجينة كلش حلوة ودا تلاحظوها طرية مو مثل قبل شوية يعني. فراح اروح اسوي زلاطة وارجع لكم. كملت الزلاطة وما تحلى الفلافل الا ويا الزلاطة الناعمة، وهنا تلاحظون رشيت عليها توابل الطباخ، يعني هي توابل اصلا جاهزة رشيت عليها. طبعا شلون تعرفون الدهن حمى؟ تخلون عود مال الاسنان اذا طلع فقاعات يعني الدهن كلش حمى ومبلش تقلع. خليت الفلافل بدأت تتحمص شوية من جوا، طبعا اني خليت لها بيض وشوية مي حتى تطلع مقرمشة وطرية. هنا حبايبي هذا الشكل النهائي للعشاء مال اليوم. هاي العنبة العراقية والفاكهة وعصير طبيعي برتقال وكجب، وهاي الزلاطة الناعمة. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل جديد. باي باي.